تعالى يا حبيب ماما. هتقعد معايا بقى هنا لغايه ما نخلص شغل نروح مع بعض. كان عند واحد صاحبه قريب من هنا، قلت له فوت عليا عشان يقعد معايا بعدين نروح مع بعض، بدل ما يروح لوحده ويقعد على اللاب وما يذاكرش. هجيب لك حاجه تشربها. سلم على طنط ناردين. هجيب لك اللبن اللي بتحبه. انت صورتني؟ لا ده انا بشوف موديل مكنه الطباعه اللي هناك. ممكن اشوف الصوره؟ انا بشوف من فضلك السنس وريني بتاع صورة اللوحه. حالا. على فكره عيب قوي اللي انت عملته ده. لو عايز تصوري ممكن تستأذن عادي. انا همسح الصور. وليد، انا فاهمه انت حاسس بايه. انا كنت قدك وفاهماك، بس لما تحب تصور حد لازم تستأذن. بص، انا هخليك تصورني عادي ايه ده عادي؟ وانا واقفه وبصلك. طب تمام. بس بسرعه قبل ما ماما تيجي. وريني بقى كده، يا رب تكون بتعرف تصور. انا في الاساس فوتوغرافر. بجد؟ برضو؟ ايه ده؟ امسحها بسرعه، امسحها بسرعه. اتفضل يا حبيبي اللبن. هات بقى ادخلك الباسورد عشان غيروه من اسبوع. ايه ده؟ انت يا استاذه، انا هفهمك والله. انت ليه واقفه متقصعه كده؟ هو اللي صورني من ظهري، قلت له يمسح الصور ويصورني صوره عاديه. انت ليه تخليه يصورك صور عاديه او مش عاديه؟ انا بس كنت عايزه اعلمه ازاي يتعامل مع الناس. اشحال لو ما كنتش مفطماكي وقايلالك الولا مش مستحمل وعلى تكه. انا قلت له يصورني صوره عاديه. كنت متوقعه ايه؟ خيالك قالك هيعمل ايه بصوره زي دي؟ ده مش هينام اسبوع عليها. حتى لو مسحتها من التليفون همسحها من خياله ازاي؟ انا اسفه والله، هو اللي كان مصمم يصورني، قلت له لو عايز تصورني صورني، لو بيحب التصوير. لا يا حبيبتي، هو ما بيحبش التصوير، هو بيحب حاجات تانية. هو ليه اساسا بيصورك؟ انت ما تجيش حاجه جنب منى. منا مين؟ منى دي صاحبته، ده محيط دراع منى قد وسطك. منى دي فرصه واتكه، اللي عنده صور منى مش محتاج حاجه منك. ازاي تتكلمي عن الستات كده قدام ابنك؟ خد يا حبيبي، امسح صورتها. هي صورتها ما فيهاش حاجه على فكره، بس امسحها احتياطي. في ناس مريضه مالناش دعوه بيهم، نبعد عنهم ما نخليهمش يسيطروا علينا. روح اقعد بعيد 2 كيلو لورا، بعيد وما اسمعش صوتك. امسح الصوره. واقفه متقصعه وحاطه ايدك في وسطك، ده احنا لو وزناكي تطلعي كلك على بعضك 4 كيلو ونص. ما ردتش؟ قلت لك ما تركزش معايا. يبقى انت كده موقفك ضعيف. ليه بقى يا سيادة الخبير؟ يا ابني المسجات دي عالم وله قوانين، واللي ما يعرفهاش بيخسر كتير. انت غلبان قوي. طب ما تفهمني طيب. انا لازم اعرف كل حاجه بالتفصيل عشان افهمك. قلت لها هاي، انا كامل. قالت لي هاي. رحت عملت لها اد على الانستجرام، وبعد كده قلت لها احنا ممكن ناكل حاجه الصبح، يعني نشرب حاجه وكده وبس. ما ردتش عليا. طب بص بقى، مبدئيا لما تبعت لواحده لازم تحسب هي ردت عليك بعد قد ايه. قالت لك هاي بعد قد ايه؟ 3 دقايق كتير. يمكن مشغوله. الناس وهي في الشغل بتبص على موبايلها كل 30 ثانيه، فهي اكيد بصت وقررت ان هي تاجلك حوالي 180 ثانيه. ده غير بقى ان هي ما ردتش لما قلت لها تخرجوا. يمكن بتفكر. ناردين دي شكلها بنت فكه واوبن مايند ومتعوده على الخروج والصحوبيه وبتاع، فكون ان هي ما ردتش عليك في خلال 2 3 يبقى هي كده مش واثقه ان هي عايزاك. او يمكن بتتقل. لا، بتتقل دي لو في بينكم مثلا كلام سابق، او باين من انستجرامك انك واد جامد ومقطع السمكه وديلها وواثق ان هي هتجيلك. انما انت باين من انستجرامك انك عيل فاشل، وكل صورك للسما وقطط الشارع وبتاع، وحتى البروفايل بتاعتك انت لازق وشك في الكاميرا ومناخيرك قد كده وشنبك باظظ. فين ده يا عم انت؟ فين ده اللي انت بتقول عليه ده؟ فين ده؟ اهي.
دي صوره واحد مطلوب القبض عليه، دي مش صوره بروفايل دي. طب اعمل ايه؟ انجز. لازم تبان جامد يا كامل، دي حتى ما عملتلكش سين. من نقطة مراقبة 27 لصقر، هل تسمعني؟ من صقر النقطة 27 أسمعك بوضوح. طيب أنسة ناردين، ممكن بعد إذنك تبصي على إنبوكس الإنستجرام؟ يا ريت لو تبصي دلوقتي بس عشان أستاذ كامل مستني رد حضرتك تقولي له إيه. اقفل. قول له أستاذ كامل أوكي. أستاذ كامل بيشكرك وبيقول لك التفاصيل إنبوكس. ها شفت؟ بسيطة. بكرة الصبح بقى نصحى نتشيك نتبرفن وننزل نقابلها في مكان لزوز. ايوه بس مش عارف نروح فين. ممكن نروح مكان هندي تحفة. ثانية واحدة، انت ليه بتقول نلبس وننزل ونروح؟ مجازا يعني صح؟ لا مجازا ايه؟ واحنا مش هنروح مع بعض؟ نروح مع بعض فين؟ يا ابني انا مش لسه مظبط لك الموضوع دلوقتي. ايوه هتيجي معانا ليه تاني برضو؟ يعني مش فاهم. يعني انا اعمل لك كل ده عشان تديني كتف؟ انت مش متجوز يا ابني؟ ايوه ايه المشكلة يعني؟ البت حلوة نروح ننبسط معاها ونخرج ونرجع. انت فاكرها سعدية؟ ايه القرف ده؟ ايه اللي اوحالك اصلا اني بفكر نشوفها يا جماعة؟ قشطة كده قشطة، هنيالك يا معلم. انا مش فارق معايا على فكرة، بس افتكر بقى ان انا اللي خلصت لك الحوار ده. منى اه ممكن اصلا ما تخلفوش؟ نعم. بس انتوا لو خلفتوا وجبتوا واد انا هخش الجيش. طب وانا هعملها لك ازاي دي؟ عادي اصلا ما تخلفوش. لا مش عارف يعني لو حصل يعني، طب انا اضمن لك ازاي انها بنت مش واد؟ لا ما انت ما تخليهوش يحصل. ازاي يا رضا؟ دي حاجه بتاعت ربنا يا ابني. يا الله ما تقولش كلام يغضب ربنا. عادة منعم في مليون حاجة دلوقتي بتمنع الحمل عادي. لا 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 يابا، انسى الكلام ده خالص، انسى الكلام ده خالص. ليه انسى الكلام ده خالص ليه؟ يا ابني ما ينفعش، حرام. حرام؟ وانت جاي تتوب دلوقتي؟ الشيخ سيد قال لك منع الحمل حرام. الشيخ سيد مين؟ منعم انت بتحفر نفق لتجار مخدرات. بعدين انا اصلا ما بلاقيش مقاسي. مسك من ايه يا اسطى؟ والله العظيم انت بتقول اي كلام. ايه ده؟ شفت كلامك عمل فينا ايه؟ أو ماي جاد يا مامي. ايه؟ أو ماي جاد. ايه؟ زلزال. وانتوا قد ايه العماله طالعه الحق اكلم وليد يتوب. ولا يا ربيع، هو احنا عشان بنحفر في نفق هيخش علينا متر الانفاق ولا ايه؟ سامحيني يا امه، قالت لي بلاش تمشي معايا البنطلون ضيق زيك. امك مركزه ان بنطلوني ضيق؟ امك بتركز في حاجات غريبه قوي. هنقع يلا.